هنا عبد العزيز السيد حكم منطقه الجيزه، وعندنا احمد توفيق اللي هو المساعد الاول من منطقه البحيره، وعندنا احمد صلاح من منطقه القاهره، وعندنا هشام فلان من منطقه البحيره. كان على الفار عمرو الشناوي، وكان شريف عبد الله فتنان. انا جايب اول حاله اللي هي الحاله هدف النادي المصري. بس هنقف الاول بعد اذن حضرتك. انا هشرح يا كابتن، هشرح هنا اللعبه عشان ايه ما نقولش دي هدف او مش هدف. من فضلك ما سمحت هات لي اللقطه الجانبيه وسيب الصوره، سيب لي الصوره بس كده. كابتن بيتكلم في الماده 11 التسلل. بتقول ايه؟ متى يعاقب اللاعب عندما يكون في موقف تسلل؟ امتى انا اعاقبه وامتى انا ايه؟ ما اعاقبوش. خلي الحاله زي ما هي كده واقفه. اللاعب يعاقب في 3 حاجات عندما يتدخل في اللعب. يعني ايه تدخل في اللعب؟ بلال انت في موقف تسلل، انا هعاقبك ازاي؟ لما تروح تلعب الكره او تلمسها، ده اسمه التداخل في اللعب. اول ما تيجي تلمس او تلعب برفع عليك، ودي بتبقى سهله قوي لان اللاعب لاعب او لمس. ده اسمه التداخل في ايه؟ في اللعب. تاني عنصر في التسلل الماده 11 التداخل مع المنافس. ماذا يعني التداخل مع المنافس؟ بالقانون الماده 11 يعني منع المنافس من لعب الكره او القدره على لعبها من خلال، خد عندك ال3 حاجات اللي جايين دولت: اعاقه خط رؤيه المنافس لو انت مهاجم واقف قدام المنافس بيضيف عليك تسلل، او التنافس مع المنافس، او التاثير على المنافس. دي كلها اسمها التداخل مع المنافس. هنا عندنا لاعب في موقف سليم، اللاعب اللي ورا، وعندنا لاعب في موقف ايه؟ تسلل. نشوف ايه هو اللي حصل عشان نقدر نقول القانون قال ايه في اللعبه دي. هنمشي شويه نشوف اللاعب اللي هو في موقف تسلل واللاعب اللي في موقف سليم. هنا اللاعب في موقف تسلل بس. هرجع تاني معلش من نفس الزاويه. معه هو طالع يلعب بدماغه بس ستوب. هنا الراجل ده طالع يعمل ايه؟ متداخل، طالع يلعب. اذا هنا بنقول التداخل هنا مع مين؟ مع المنافس. عارف لو اللاعب ده كابتن ايمن وقف ما طلعش، وقف خالص، مش حاجه، هدف سليم. ولكن كون ان هو يطلع هنا انا الشناوي هنا بيقلل قدرته على ان الشناوي يلعب، وبالتالي هنا التدخل هنا نعم بياخد عين. لا هنا اسمه تاثير كده. انا لما اطلع كده بهذا الشكل، انا الشناوي يطلع بهذا الشكل ده يقلل من قدرتي على اللعب، بان هو ياثر على حارس المرمى. ده القانون يا كابتن شريف، مفيش فيه هزار، مفيش فيه كلام. هنا احمد توفيق اشار على تسلل نتيجه ان اللاعب ده تداخل مع المنافس. اللاعب الاخر في موقف سليم مفيش فيها مشكله، ولكن هنا انا بحاسب اللاعب عندما يتداخل في اللعب او المنافس او الاستفاده من كونه في موقف تسلل. نيجي لحكم الفار. لما حكم الفار شاف الحاله جاب الخطوط، هات الخطوط اتعملت على اي اساس يا كابتن ايمن؟ هات الخطوط بتاعت الفار. لما خد النقطه، خد من النقطه من مين؟ من اللاعب اللي هو راح مع الشناوي كده. خطوط التسلل للفار بس. هو هنا يا كابتن اللاعب اللي ورا دوت عليه مشكله؟ لا، هنا بجول. ولكن لما عمرو الشناوي هنا خد من اللاعب اللي كان في موقف تسلل، هو عاوز يقول ايه؟ يقول ان التسلل هنا على هذا اللاعب وليس اللاعب الاخر. هنا احمد توفيق تمركز رائع، تركيز رائع، مظبوط، ربط كويس قوي من هنا للاعب اللي هنا اللي هو تدخل ايه مع الشناوي. هدف في القانون سهل والقرار صحيح. محدش يقول لي اصل الشناوي طالع انا مش علاقه بالشناوي خالص في اللعبه دي خالص. انا ليه علاقه باللاعب ده اللي في موقف تسلل، انا امتى حاسبه. وبالتالي هنا هدف ملغي بقرار الحكم المساعد احمد توفيق وبقرار الفار. حد هيقول لي طب كان ممكن الفار يجيب الحكم، لان دي نقطه تاثير. بقول ان هنا طالما الحكم الفار قراره توافق مع الحكم المساعد في التسلل يبقى مفيش مشكله كابتن ايمن، هدف ملغي والقرار كان قرار صحيح للحكم المساعد. وكان عزيز السيد مش طرف في القضيه دي. لا هو الطرف اللي هو المساعد والفار والمساعد خد القرار صح، مش دعوه والفار اكد يا جماعه التسلل مفيش فيه اجتهاد. والماده 11 بتوضح عشان ما حدش يجي يقول لي اصل اللاعب دوت عمل ايه؟ لا، عمل تدخل مع الحارس، اثر على الحارس، قلل قدره الحارس على اللعب. الحاله الثانيه ونيجي نشوف هنا عبد العزيز السيد القرار
والحاله ونشوف ايه اللي حصل في هذه الحاله. هنا اللاعب المصري بياخد الكره، وهنا حسين الشحات سبق سنه، لما سبق وعدى هنا حصل يا كابتن نشوف بس الشد واضح. وهي دي بفكرك بلعبه حسين الشحات في مباراه الزمالك كابتن ايمن، هي نفس الشد كان صح. انا بوريك ان هنا الشد، ولعبه الشحات في مباراه الزمالك كان فيها نفس الشد. مظبوط. هنا الحكم حسب والفار اكد، هنا بالظبط، وهناك الحكم ما حسبش والفار اكد. المعايير مختلفه. صح. تطوير يعني توحيد القرارات مظبوط عند الكل. صحيح. اللي تحسب هنا الحكم يحسبها هنا. انا بتكلم على القرار، وهنا القرار كان قرار صاحب بيه احتساب ركله الجزاء. صحيح. شوف التنفيذ بتاع ركله الجزاء، وهنا في تشابك وفي اعتراضات وفي وكل الكلام دوت على ركله الجزاء، ولكن الفار هنا بيشيك على الكره، والكره ركله الجزاء صحيحه. عبد العزيز النهارده كان يجب، يعني معلش مره صعبه، ولكن بنقول ان التوتر دوت كان ممكن انك انت تحسبه يا كابتن علاء من اول خالص في الالعاب اللي جايه بعد كده. خلينا نروح للقطه اللي بعد كده ونشوف. هنا التمركز، وكل مره بقول الكلام ده نفس الشيء. صح يا جماعه انت حكم في الدوري الممتاز، اتدرب، انزل الملعب اجري، انزل الملعب طور من ادائك، انزل الملعب حاول انك انت تبقى مش في حيط اللعب. هنا بنشوف عبد العزيز خرج ورجع تاني، يعني هو عنده ربكه. هنا الكره تصطدم بالحكم، وبالتالي هنا لابد ان هو يشير على توقف اللعب ويعمل اسقاط هنا لاخر من لمس الكره، وكان اخر من لمس الكره كان لاعب النادي الاهلي. التمركز كان عنده مشكله النهارده في هذه الحاله. الحاله اللي بعد كده خلاص، ما احنا جبنا الحالات دي كلها، عندنا حالتين تانيين. الحاله دي مهمه جدا جدا يا كابتن شريف. هشوف بس هقول لك ان الحكم تسبب في مشكله. نشوف الحاله اللي جايه واحده واحده. نشوف تعمد. هنا في ايه؟ تعمد. هنا لاعب النادي المصري رقم 13 في مخالفه، وفي انذار هنا بنقول للتهور. انت سبت هنا، انت حاسس مخالفه ما اديتش انذار. نشوف هنا المخالفه جاي الراجل من سرعه، وهنا المخالفه واضحه للتهور، هنا لم يشهر البطاقه الصفراء. حصل بعد كده ان محمد هاني قام وحصل التشابك، راح مدي انذار لمحمد هاني. انا النهارده لو حكم وصفرت وبطاقه صفراء على اي حد، نهيت، منعت التشابك ومنعت ان في احتكاكات، ولكن هنا ادينا فرصه للاعب ان هو يقوم يعترض وياخد حقه. الكلام ده مش موجود يا كابتن في التحكيم يا كابتن شريف. بطاقه مستحقه على رقم 13. لو هتجيب لي لعبه من اول خالص معلش سامحني. نشوف الدخول ازاي. نشوف هو جاي منين. جاي منين يا كابتن؟ هنا ما لعبش كوره، هو ما راحش على الكوره يا كابتن، هو راح على الرجل. انذار 100% لم يشهر ليه لاعب رقم 13. الحاله بعد كده، الحاله بعد كده وتوتر طبعا ومشكله. هات لي الحاله من الاول، هات لي الحاله من الاول. تعال نشوف الحاله دي. ده اسمه ايه؟ تاني مع الاذن، تاني اللاعب رقم 13. انا هنا لاعب بيحجز على كورته، وهنا بنشوف خد الدراع ونزل بيه. ده سلوك، ده سلوك يا كابتن شريف. سلوك، وهو نفس اللاعب متهيألي. هو رقم 13. ده سلوك. نجيبها تاني. انا النهارده ممكن الخلع هنا خلع الكتف. بص نبص ياخده ازاي؟ ما ينفعش تعسف واسيب الحكم يسيب اللعبه دي. ده تاني انذار، لم تشهر البطاقه الصفراء. نشوف تاني، هل هذا مقبول؟ مش مقبول. اللي بعد كده سريعا عشان نمشي في الحالات. خلاص دي احنا جبناها خلاص، وهنا الفاول موجود، واللي هنا كان يجب ان هو يدي انذار وما حصلش انذار، ولكن حصل تشابك. الحاله اللي بعد كده مروان، وهنا الاصرار على مخالفه قانون اللعب، وهو هنا ادى انذار الاعتراض لمروان، ولكن انا كنت شايف ان الانذار كان يجب على الاصرار. هنا لما مروان هنا اعترض، شوف هنا مسكه وعرقله، هنا المفروض كان انذار على طول من غير ما تقول ان مروان اعترض عليا في هذه الحاله وتدي انذار للاعتراض. هنا كان يجب انذار للاصرار على مخالفه قانون اللعب. عموما هو اشهر البطاقه، مفيش مشكله. اللي بعد كده الحاله اللي بعد كده الحاله بعد كده نشوف. يلا نشوف هنا الحاله اللي جايه.
خلاص ما ركله الجزاء احنا جبناها خلاص جبنا ركله الجزاء وهو خد القرار لم يتردد، والقرار صحيح في احتساب المخالفه.